السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رجالة؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وعافية. لسه مكملين مع بعض في موضوع سبحة التسقيط، بس المرة دي هاتكلم على مشكلة أساسية بتحصل للصياد وهو بييجي يصطاد. دايمًا بتقابل أغلب الصيادين، ألا وهي لعبكة السبحة وأنت بتصطاد. أنت عندك نوعين من اللعبكة اللي بيحصلوا لك ساعة الصيد، يا إما بتتلعبك الخيوط والسبحة مع زمايلك اللي حواليك، خلاص، يا إما بتبقى أنت قاعد في أمان الله ونازل وبتصطاد وكله تمام وأصحابك تمام، لكن السبحة بتلعبك منك لمّا بتيجي تطلّعها. فأنا هاستثنى موضوع لعبكة الخيط والسبحة مع زمايلك وأنت على المركب، هاشرحها في حلقة التسقيط. وأركّز النهارده معاكم في مشكلة لعبكة الخيط وأنت قاعد لوحدك والدنيا أمان، ومرّة واحدة تلاقي السبحة لعبكت منّك. هاقول لكم المشكلة والحل، ندردش مع بعض في العوامل اللي ممكن تسبب لعبكة السبحة بتاعتك، ونقول لكم في نفس الوقت طريقة الحل. ممكن يكون في أسباب أخرى، تمام، ويمكن يكون في حلول أسهل من اللي أنا هاقولها دي، بس دي اللي أنا عارفها ودي اللي أنا واجهتها، تمام، ودي اللي أنا جرّبتها برضه عشان أبقى صريح معاكم. طيب خلّيني أبدأ بس عشان نبقى الفكرة كده بديهية وتبقى واضحة. أنت لمّا بتيجي يحصل لك المشكلة بتاعة لعبكة الخيط دي أو مع لعبكة السبحة، تمام، بيبقى عندك سببين، يا إما السبب الأولاني في خطأ في المنظومة نفسها، في منظومة السبحة، تمام، يا إما خطأ في طريقة الصيد بتاعتك. لو جينا اتكلمنا عن الخطأ المنظومة، فخلّيني أبتدي من أول المدور لغاية الرصاصة بالترتيب كده. أول عامل ممكن يسبب في لعبكة الخيط إن المدور يكون مش سليم، خلاص، مصدّي يعني. ممكن يكون المدور اللي أنت حاطّه، تمام، اللي هو موصّل بيه الخيط الأساسي اللي جاي من المكنة ورابط فيه السبحة أو معلّق فيه السبحة، يكون مصدّي زي المنظر ده، خلاص، شايفين؟ هو هدفه إن لمّا السبحة بتنزل تبتدي الرصاصة تلِف مع التيار والطُعم يبتدي يلِف، فالسِن يقرّب من الخيط الأساسي بتاع السبحة، فالمدور بيقوم بدور إن هو بيلِف معاها، فالسبحة تنزل مستقيمة وعمودي، خلاص. وده بيبقى بسبب البلية اللي في النُص دي. فأنتم لو خدتوا بالكم أنا باحاول ألِف البلية، هي ماسكة جامد بسبب الصدى، خلاص. هي المفروض بتكون الدايرة دي بتلف، تمام، شايفين الدايرة دي بتلف، السبحة نازلة، خلاص، فبالتالي الخيط ما يتلعبكش. فحاولوا تستنضفوا المدور. أنت عندك المداور أنواع، ده المدور الشائع أو الرخيص، تمام، اللي هو دارج في السوق، خلاص. دوّة بيصدّي على طول، حاول تتجنبه لو قدرت. يليه بعد كده السبح الstainless steel، خلاص. هي بتبقى أغلى شوية، تمام، لو أنت عندك الحاجة عزيزة عليك وعايز تحتفظ بالمدور، فأنت بتجيب المداور اللي هي بالstainless steel أو stainless steel وعليه طلاء أسود، خلاص، ده برضه بيحافظ من الصدى. يا إما الشكل دوّة، خلاص، دي الأشكال بتاعة المدور، تمام، ده برضه ذو جودة عالية وبرضه عليه طبقة حماية. يا إما النوع بتاع زمان أيام بقى الخير، المداور اللي هي من نحاس، دي ما بتصدّيش خالص، ممكن تملّح منّك، لكن مع شوية مَيّة وصابون وتنضّف الدنيا حسب ما أنت هتنضّفها، هتلاقي المدور رجع تاني نضيف. لكن ده مش مصدّي، هو بس ده نحاس، خلاص. ده بالنسبة في المداور، فحاول تستنضف المدور عشان يقلل من لعبكة الخيط، دي ممكن تكون سبب من الأسباب اللي يؤدي بإن السبحة بتاعتك تلعبك. نخش على السبب التاني. السبب التاني اللي عندك جودة الخيط، خلاص، جودة بكرة الترميل بتاعتك، تمام، لازم يكون ذو جودة عالية، تمام، أو متوسطة، خلاص، بلاش يبقى جودة رديئة. فأنت حاول تستنضف الخيط اللي أنت بتجيبه، وحاول ولا يكون فيه مرونة عالية، خلاص، ولا يكون ناشف أو عاصي، عشان بس برضه ما تفقدش المرونة، ساعات بتحتاجها وأنت
سمكة بتشد منك وبتسحب وتلكع منك، فأنت إيه حاول تخلّيه وسط. هتعرفوا إزاي دي بقى مع التجربة، أو هتلاقي ناس بتشكر في أنواع خيوط. فأنت إيه يعني روح عليها على طول، روح واشتريها على طول، لكن ما تجيبش خيط يكون ذو مرونة عالية خلاص، أو يكون رديء أو قاسي تمام. وبرضه ما تجيبش خيط يكون ما تعرفش مجهول الهوية، لأن الكلام دوّة ممكن يخلّي السن يقرّب من الخيط الأساسي تمام، أو الوش بتاعك يقرّب من الخيط الأساسي فيلعبك في السبحة بتاعتك. دي النقطة التانية. عندك النقطة التالتة وبالنسبة لي تعتبر دي المهمة، ألا وهي طريقة ربط السبحة نفسها خلاص. خلّينا كده أورّيكم آآ 3 طرق للسبحة تمام. دي أول طريقة، لو أنتم شايفين إن الخيط تمام بتاع الوش قريب من الخيط الأساسي بتاع السبحة تمام. أنا عامل السبحة قصيرة عشان الشرح تمام، لكن أنت إيه بتطوّلها شوية عشان تظهر في الكاميرا تمام. المشكلة التانية إن أنت رابط السن قرب الرصاصة أو تحت الرصاصة، دي برضه من العوامل اللي بتلعبك الخيط. تالت حاجة أنت عندك إن السن قريب من الرابطة التانية، يعني الوش الأولاني اللي هو فوق ده قريب جدًا من الوش التاني، ده برضه لو خدت بالك هتلاقي الخيط لعبك فيه تمام، وخصوصًا لمّا هتنزل هتلعبك في بعض خلاص. فما تحاولش، حاول تسيب مسافة كويسة تمام، بين العقدة بتاعة الوش الأولاني والعقدة التانية، بتسيب حوالي 5 سنتي 6 سنتي، وفي نفس الوقت بتسيب مسافة كويسة نفس المسافة 5 6 سنتي ما بين السن وما بين الرصاصة. عايز تزود ما فيش مشكلة، دي حاجة ترجع لك وحسب طريقة صيدك. برضه بتسيب مسافة فوق بتعادل تمام نفس مسافة الوش أو أكتر على الحلقة الأخيرة أو الخية الأخيرة اللي هتركب في المدور، عشان السن ذات نفسه ما يجيش ويلعبك فين في المدور تمام. دي شكل السبحة اللي بتسبب لكم المشاكل. لو جينا الطريقة التانية خلاص، دي شكل سبحة تاني ماشي. ظبطت انت المسافة تمام بتاعت ما بين السن وما بين الرصاصة وما بين السن الأولاني والسن التاني خلاص، لكن عندك مشكلة تمام اللي هي إن السن قريب من من الخيط الأساسي، إن السن قريب من الخيط الأساسي بتاع السبحة خلاص. فدي حلّها تمام، إن أنت بتجيب طرف الخيط خلاص. لو أنت غلطت أو جيت ربطت الربطة وطلعت معاك بالطريقة دي، فبتجيب طرفين الخيط السن بينهم أهو خلاص، باتني دايرة بالمنظر ده وألِف الخيطين دول على بعض تمام، بالطريقة دي. أدي 1 2 3 4، وأبقى إيه قاصد إني أسيب الفجوة اللي بينهم أو الدايرة اللي بينهم دي تمام. 3 أيًا كان العدد مش مشكلة، وبعدين بامسك السن أدخّله جوّه الدايرة دي وأطلّع السن خالص، والعقدة بتاعتي كمان أطلّعها برّه السن. مجرد ما عدّيت العقدة خلاص، هيبقى عندي المنظر ده، فيه شوية الخيط لافف هنا في الجنبين، أبتدي أبِل الخيط وأشد تمام بالراحة، فهيعمل لي خيّة. لو جيت بعد كده بصّيت هتلاقي بُص السن ضبط وبقى بعيد عن الخيط الأساسي، فبالتالي مش هيلاعبك. دي طريقة الحل لو أنت جيت ربطت السن خلاص بالطريقة دي، أو صادف إن السن معاك، أو لو السن قطع وجيت ركبته عليه على السبحة. لو السن قطع وجيت ركبته على السبحة وطلع برضه معاك بالمنظر ده، فأنت ممكن تعمل الطريقة دي. وأنا شارح إزاي تعمل السبحة وإزاي تتجنب أصلًا الخطوة ديّة تمام.
أمّا السبحة الأخيرة فهي بتبقى بالمنظر ده، هو ده الشكل الصحيح وده الشكل الأمثل للسبحة الشائعة والدارجة. أنا ما ليش دعوة بقى بسبحة مرجان، سبحة أبو شرارة، السبحة بتاعة شك الزور، دي سبح خاصة لأسماك معينة. بس أنا باتكلم أنت طالع وعايز تشتغل تسقيط، يبقى هو ده شكل السبحة. الرصاصة، مسافة ما بين السن والرصاصة، اللفة دي تمام، المنحنى دوت عشان السن ما يمسكش في الرصاصة وهي بتتحرك، تمام. ونفس القصة فوق، تمام، وهي بتتحرك. وبعد كده سايب مسافة بين السن والربطة الأولانية، وبعدين برضو نفس الطريقة الانحناء بتاع السن، وسايب المسافة المناسبة، وعامل الخاية بتاعتي اللي هتركب في المدور، تمام. دي تعتبر العامل الثالث، تمام، والأساسي في مشكلة لعبكة السبحة بتاعتك. وكده نبقى خلصنا المشاكل بتبقى في منظومة السبحة لما تيجي تعملها. هما دولة المشاكل اللي ممكن يؤدوا إلى لعبكة السبحة بتاعتك. تعالوا بقى نخش على النقطة الرابعة، ودي بتبقى نقطة في طريقة تنزيلك للطعم. خلاص، خلي بالك إن الطعم وأنت بتنزل السبحة بتاعتك فما تنزلش بسرعة جدا لو التيار قوي. خلاص، والمركب عمالة تشحط، يعني بتتحرك شمال ويمين، خلاص، والتيار جامد جدا، ما ينفعش تنزل بالسبحه بسرعه قوي. خلاص، او تيجي تروح رميها لقدام، خلاص، وتسيبها هي تنزل لوحدها. طبعا مع التيار والنزول السريع هتلاقي السبحه بتلف. فحاول تنزل ايه بالراحه، تمام، عشان تتفادى ان السن يقرب من الخيط الاساسي ويلعبك لك في السبحه. وبرضه لمّا تيجي راجع دايمًا غيّر الطُعم بتاعك، عشان خاطر الطُعم لمّا بيقدم بيبتدي ينسِّل، تمام، وبيبقى لزج، فبيخلّي السِن يلزق في الشعر الأساسي بتاع السبحة، فبالتالي تبتدي تلعبك معاك. خلاص، دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة برضه تعتبر في طريقة الصيد. لمّا بتيجي تنزل بالسبحة وعندك البوصة أو القصبة بتاعتك والمكنة بتاعتك عمالة تقطّع في النزول، حاول تحط إيدك مع المكنة. خلاص، أنت فاتح الbackup، خلاص، وفاتح الرصاص وسايب السبحة تنزل، فهتلاقي طرف ال البوصة عمّال ينزل ويُقف، وينزل ويُقف. ده بسبب إن الخيط عمّال يحتك ب طرف الحلة، تمام، أو الspool بتاعتك. فأنت حاول تسايس الخيط بإيدك، خلاص، عشان تنزل بطريقة عمودي، خلاص، وبطريقة مستقيمة. فبالتالي ال 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 الهزات دي أو الوقوف السريع دوّة المتكرر ده بيخلّي السبحة تحت تتنفض، تلاقي الخيط كلّه إيه، بدأ يقرّب من بعضه، والسن برضه قرّب من الشعر الأساسي، والدنيا بتبتدي تتلعبك معاك، تمام. ف فحركة النفضة ديّة، تمام، اللي بتقعد تحصل بطريقة متكررة، بتبقى عامل من العوامل اللي بتخلّي إيه، إن السبحة تلعبك في بعض. وركّز إن الخيط يبقى نازل عمودي، تمام، على قد ما تقدر. زي ما أنا قُلت، ما ترميش السبحة أو الرصاصة، أو تروح ماسك الصنارة وفاتح الباكا وتروح عامل السبحة على أمل، تمام، إنك عايز تجيب مسافة حلوة، أو أنت حاسس إن الحتة اللي تحتيك ديّة ما فيهاش سمك، فأنت عايز إيه، تبعد أكتر شوية. أو لو عايز تبعد عن صحابك وزمايلك اللي حواليك إن هم نازلين، فخايف إن هم يلعبكوا معاك، فبتروح إيه، راميها زايقها لقدام شوية. فلو التيار قوي، خلاص، السبحة هتنزل بتلف، تمام، وبتلعبك الدنيا في بعض. وحلها إن أنت هتزود الرصاصة، تمام، وتنزل بطريقة عمودي straight، تمام، على قد ما تقدر، تمام، وبالراحة جدًا، فهتلاقي الموضوع إيه، ضبط معاك. أعتقد دُولة ال4 نُقط، قصدي، أو ال5 نُقط اللي ممكن تواجههم، أو ممكن يكونوا عوامل من الأسباب اللي بتلعبك السبحة بتاعتك. يا رب تكونوا استفدتوا والمعلومة فادتكم، وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.